عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء قلب طلاب الثانوية العامة، كل سنة وانتم طيبين ومتجمعين عن سيدنا رسول الله. يا جدعان احنا بكل بساطة دي المحاضرة الثانية لنا التأسيسية. تقصد ايه يا مسيح وعاوز توصل لايه؟ عاوز اوصل يا عزيزي ان انا بكل بساطة وعدت ب4 محاضرات تأسيسية مجانا لوجه الله على مستوى الجمهورية كلها، ونزلت لك يا عم الناس أول محاضرة منهم اللي كانت بعنوان المذكر والمؤنث، وخدت فيها أدوات المعرفة وأدوات النكرة وصفة الملكية وصفة الإشارة والضمائر التوكيدية والصفات غير المحددة. ودي بكل بساطة حبيب قلبي المحاضرة الثانية واسمها ورشة الأزمنة. يعني إيه همسيه ورشة الأزمنة؟ يعني النهاردة بإذنك يا رب وبفضلك يا رب هنشرح 3 أزمنة من أهم الأزمنة التأسيسية اللي مرت علينا بكل بساطة في أولى وفي ثانية. طب إيه الأزمنة دي يا مسيح؟ زمن اسمه لبغيزيدون، بغيزيدون بكل بساطة معناها المضارع وده اللي هنبدأ بيها. وزمن اسمه لباسي ريسون، باسي ريسون اللي هو الماضي الحديث. وزمن تاني يا عم الناس اسمه لفيتيغ بغاش، يعني ايه؟ يعني المستقبل القريب. ويلا بينا يا عزيزي سم الله، صل على رسول الله، وحد الله، ويلا بينا نخش على اول زمن حاجة اسمها لو بريزيدون بالشكل ده. مستر يعني ايه البريزيدون يا مسيح؟ يعني بكل بساطة زمن المضارع. مدد يا رب ومدد من غير عدد. عزيزي الغالي بكل بساطة كلمة زمن المضارع أو كلمة بكل بساطة لبغيزيدون دي عبارة عن بكل بساطة تصريفات الأفعال. يعني إيه مسيح؟ يعني يا ولدي لو أنت مستغرب من بكل بساطة كلمة المضارع دي، فأحب أقول لك الزمن ده عبارة عن إن الأفعال في اللغة الفرنسية بتنقسم ل3 مجموعات. إيه يا مسيح؟ أقول لك حبيبي حاجة اسمها لو فارب أهو يا عم الناس بالشكل ده. ماله يا مستر لو فارب؟ الافعال بتنقسم ل3 مجموعات. مجموعه اولى عم الناس واخرها بكل بساطه النهايه اخر. افعال المجموعه الثانيه وبكل بساطه اخرها اخر. افعال المجموعه الثالثه وليها 3 نهايات اللي هم اخر واللي هم اخر واللي هو اخر. ده يا حبيب قلبي زمن المضارع، وده بكل بساطه اللي هيتقال في زمن المضارع. طب يا مسيح ربنا يكرمك يا رب، يعني تصريفات الافعال يا مسيح او مجموعات الافعال هي دي زمن المضارع؟ اي نعم. طب احنا دلوقتي يا مسيح هنعمل ايه؟ احكي لي الله يسترك. اقول لك يا عم الناس احنا هنمسك كل مجموعه ونعمل معاها الصح. هنمسك كل مجموعه ونعمل معاها القلاشه، ونبدا يا عم الناس بكل بساطه باول مجموعه اللي هي اخرها اخر، ونقول اولا يا بيان سور افعال المجموعه ايوه يا بيان سور الاولى، ودي يا حبايبي بتنتهي بالنهايه اخر. المجموعه دي يا عم الناس بيسموها في اللغه الفرنسيه افعال غنيه. يعني ايه يا مستر افعال غنيه؟ محوشه ذهب وياقوت ومرجان، عندهم فدادين بحر البلد؟ لا يا عم الناس، افعال غنيه يعني انا لو عملت نسبه مئويه فدي بكل بساطه حبيب قلبي وحدها تاخد 85% من افعال الفرنساوي. فاكتر افعال في الفرنساوي هي افعال مجموعه اولى، واكتر افعال هتسال فيها هي افعال مجموعه اولى، واكتر افعال في اولى وثانيه وثالثه ثانوي هي افعال مجموعه اولى. 85% نصيب الاسد يا عم الناس. افعال المجموعه الثانيه افعال فقيره 5% بس، وافعال المجموعه الثالثه بنسبه 10%. فتعالى كده على الهدى يا زبادي، على الهدى يا زبادي، 10 و5 ادي 15، وعندنا 85 ادي 100% كل افعال الفرنساوي. فيبقى تقعد وسط الناس وحد بكل بساطه يزنقك بسؤال ويقول لك حبيبي انه افعال اكتر في الفرنساوي؟ انه افعال بنسبه اكبر في الفرنساوي؟ ترد وتقول افعال المجموعه الاولى اللي اخرها ار. طب بنسبة كام؟ 85%. فدي أكتر أفعال عندنا في الثانوية العامة. طب خلاص يا مسيح ربنا يديك الصحة ويسبل عليك الستر، خلاص أنا عرفت إني أكتر أفعال المجموعة الأولى. أستأذنك يا مسيح إحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ أقول لك يا عم الناس هناخد طريقة تصريفها. فبيقول لي حبايبي لتصريفها عشان أصرفها أعملها مسيح. أقول لك يا عم الناس بكل بساطة أول خطوة يا سيكم نحذف النهاية ايوه اللي هي الايه والاخر. يلا يعوض ربنا، يا ما الواحد
واحد ضيع فلوس على القهاوي والمطاعم وعلى الكافيهات. جت على الإئاغة، أول خطوة هحذف الإئاغة. الخطوة الثانية قال لي نضيف النهايات يسكم سا التالية. هي ايه النهايات التالية؟ اسمع يا حبيبي، قال لي بكل بساطة حبايب قلبي مع الضمير جو انا لازم احط النهاية حرف الاو بالشكل ده. مع الضمير تو بكل بساطة احنا هنحط اس بالشكل ده، مع الايل كده ومع الال كده يسكم سا، ومعانا الضمير اسمه امن، وبرضه لو في اسم مفرد فكل الليلة دي هتاخد النهاية حرف الاو. مع النوه هنحط ايه مسيه طحينة؟ لا يا حبيبي هنحط او ان اس. مع الفو اوعى يا مستر تحط كاتشب، لا يا ست الكل هحط زاد. ايل بالشكل ده وال بالشكل ده، وكذلك لو عندنا اسم جمع فكل الليله دي هحط لها او ان تي. عزيزي الغالي دي بكل بساطه نهايات افعال المجموعه الاولى. حبيبي المحترم ما ينفعش تبقى بكل بساطه طالب في ثالثه ثانوي وما تعرفش هذه النهايات. ست الكل ما يعرف، يعني ما ينفعش بكل بساطه تخش على المنهج وانت مش حافظه دول. سكه ودغري يا جدعان، بكل بساطه النهايات دي لازم تتحفظ. طب خلاص يا مسيح ربنا يكرمك يا رب. انا بكل بساطه عشان اصرف فعل المجموعه الاولى بحذف الاو ار وبحط النهايات او اس او ان اس او زد او ان تي. استاذنك يا مسيح انا عاوزه مثال بقى. يا عم ادينا حاجه بقى، ادينا مثال بقى، ادينا حاجه. اقول لك يلا يا ست الكل بكل بساطه ناخد مثال. حبايبي لو انا جيت اتكلمت وقلت مثلا فيرب وليكن مثلا جوي، يا عم الناس جوي ده معناه يلعب. اسمع من اخوك، الفعل ده فعل مجموعه اولى. طب يا مستر انا ايه اللي عرفني ان هو فعل مجموعه اولى؟ هل مكتوب عليه اس واحد؟ هل قال لي انا نمبر 1 زي محمد رمضان؟ اقول لك يا حبيبي بكل بساطه اخره او ار، وطالما الفعل اخره او ار يبقى سكه ودغري فعل مجموعه اولى. عم الناس انا دلوقتي عاوز اعمل له عمليه تصريف. طب يا مستر معلش بس يعني ايه تصريف يا مسيحة؟ يعني يا جدعان اجيب شكل الفعل ده مع ضمائر الفاعل. عاوز اقول انا العب، عاوز اقول انت تلعب، هو يلعب، هي تلعب، عاوز اصرفه مع الضمائر. فقال لي خطوتين اتنين. اول خطوه تحذف الار وبعد كده بكل بساطه تحط النهايات. فاسمع من اخوك، انا هاجي اكتب الضمائر بتاعتي ادي جه ادي توه ادي ايل شرطه ادي ال شرطه ادي اون بالشكل ده، ادي يا عم الناس نو بالشكل ده، وادي يابا بكل بساطه فو كده، ادي الايل كده يا حبايبي، وادي ال بالشكل ده. وبرضه لو في اسم جمع يلا بقى يلا خربان البيوت مرجله. بكل بساطه هنعمل ايه دلوقتي يا مسيح؟ قال لي اول خطوه نحذف الاي والار. انا حذفت اخر حرفين يا عم الناس، فاضل لي حرف 2 3. اعملها ماستر، اروح منزلهم مع كل الضمائر، ادي جو وادي جو وادي جو وادي او وادي جو وادي جو. يسكم سام. دي اول خطوه اللي انا بحذف النهايه اب احط او اس او ان اس او زد او ان تي. الخطوه الثانيه هتعمل ايه يا مسيح؟ قال لي بكل بساطه نضيف النهايات التاليه مع الضمير جو انا احط النهايه حرف الاو. فاجي هنا واقول جيجو جيجو انا حطيت حرف الاو. طب يا مستر اصبح معناها ايه؟ اصبح معناها انا العب، وانا كده صرفت الفعل. يعني يعني بكل بساطه دي اي بلاي بتاعت الانجليزي. يعني كده حبيب قلبي احنا صرفنا الفعل. طب مع تي هحط اس، طب مع ايل وال وان هحط مستر انت بتحط الحروف دي ازاي وبتجيبهم منين؟ من عمه بتاع الحروف. ست البنات انا حافظ دول. مع جي مع تي اس ايل وال حط حرف الاو، مع النو هحط او ان اس، فتطلع يا حبايبي نوجوان نوجوان. مستر مش مفروض تقول نوجوانس؟ مستر مش مفروض الاس دي تتنطق؟ ليه ما نطقتهاش؟ اقول لك يا ست البنات بكل بساطه دي حته من اولى ثانوي. في اولى ثانوي يا حبايبي بكل بساطه احنا واخدين معلومه بتقول ان الحرف الساكن في نهايه الكلمه نبخونونس با لا ينطق. وتعالي كده يا ست البنات ادي الاس اهي حرف ساكن وساكن في اخر الكلمه، فطالما ساكن في اخر الكلمه انا ما انطقهوش. ما اقولش نوجوانس، لا ده تعليمنا الجشين. اقول بكل بساطه نوجوان
والاس ما تتنطقش. مع الفوه احط زد وتبقى بكل بساطه فوجوي. مستر هي الزد ما اتنطقتش؟ لا طبعا. طب ليه ما اتنطقتش يا مسيه؟ هل هي خرصه معوقة؟ لا يا ست البنات، هي بكل بساطة ما اتنطقتش عشان حرف ساكن في نهاية الكلمة. ايه وقال واسم جمع اروح حاطط ان تي وانا بكل بساطة ما انطقهاش. كده انا عملت عملية تصريف لفعل جواه. يعني انا حذفت النهاية اغا وبعد كده بكل بساطة حطيت النهايات بتاعتي، فطلعت جيجو انا العب، تيجو انت تلعب، il joue, elle joue, on joue. هو يلعب، هي تلعب، احنا نلعب. nous jouons، نحن نلعب. vous jouez، il joue, elle joue. دي يا حبايبي الطريقة اللي انا بصرف بيها افعال المجموعة الاولى. طبعا بس معلش يعني مع احترام لحضرتك يعني الكلام ده انا فاكراه كويس، اقول لك دي حاجة ممتازة. طب في حاجة تانية عاوز تزودها؟ اقول لك اسمع من اخوك المسيح. بكل بساطة لو انا حبيت انطق فعل من افعال المجموعة الاولى فلازم اكون عارف المعلومة التالية. ايه المعلومة التالية دي يا مسيح؟ اقول لك هخليك انت تجيبيها لوحدك. بص كده يا ست البنات، لو انا بكل بساطة عاوز انطق فرنساوي او انطق افعال المجموعة الاولى، مستر انا مش هنطق، انا لازم اصرحك بكل حاجة. انا طول عمري علاقتي بالفرنساوي يا مستر علاقة نظرات متبادلة، ابص له ويبص لي. عمري ما خدت خطوة ان انا اكلمه يا مسيح، وعمري ما خدت خطوة ان انا انطقه. اقول لك كل الكلام ده هيتغير، مفيش الكلام ده. يا ريتك كنت متابعة الارشيدك من اولى ثانوي، يا ريتك كنت متابعة قناة الدحيح من اولى ثانوي، كان يبقى حالك غير الحال. لو انا عاوز انطق افعال المجموعة الاولى ركزوا معايا وانتوا هتجيبوها. جيجو، تيجو، il joue, elle joue, on joue, nous jouons, vous jouez, il joue, elle joue, on joue. معلش يا مسيح، ايه اللي انت بتقوله ده يا مسيح؟ اقول لك لو ركزت معايا هتلاقيني انا قلت كده جو 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 جو، سي لا ميم برونونسياسيون، يعني نفس النطق. الاختلاف بس مع النو، تبقى جوون عشان فيها او ان، جوون. طب مع الفو تبقى جوي عشان ده اخر حاجه هتتنطق اللي هو حرف الاي. كان اسمه ايه في الانجليزي؟ في الفرنساوي يبقى ايه، وكل اللي يتكسر في الانجليزي يتفتح في الفرنساوي. الاي تبقى ايه، البي تبقى بي، السي تبقى سي، يا ترى الفي تبقى ايه؟ في. اكزاكتومون، بالظبط كده. فيبقى دي طريقه نطق افعال اللغه الفرنسيه، وبكل بساطه انا دلوقتي نعرف نتكلم وسط البنات، وبكل بساطه عارفه ان ده وده 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 نطق واحد، والاختلاف مع النو والفو. طب خلاص يا مسيح، خلاص انا ظبطت حالي. خلاص يا مستر، الطريقه اللي صرفنا فيها فيرب جوي دي يا حبايبي بنتبعها مع كل الافعال المنتهيه بالاي والار. مفيش بس غير فعل واحد بس يا حبايبي في افعال المجموعه الاولى، هو الفعل الشاذ اللي احنا لازم نحفظه. طب ايه ده يا مسيح؟ يعني هقول كده يا ست البنات، وهكذا يا بيان صيغه تصرف كل الافعال، كل الافعال يا بيان صيغه في المجموعه الاولى بحذف الار واضافه النهايات، ما عدا ايه بقى؟ فيرب بكل بساطه اسمه الي. الي ده الوحيد اللي هو فعل شاذ يا حبايبي واللي انا لازم احفظ تصريفه. طب يا مستر الي ده معناه ايه؟ اقول لك يا ست الكل بكل بساطه معناه يذهب. يلا بقى نكتب الضمائر بتوعنا. ادي جو اهي معناها انا، ادي تو، ادي ايل شرطه، ادي ال شرطه، ادي اون بالشكل ده، ادي نو يا ست البنات اهي، ادي بكل بساطه فو كده، ادي ايل بالشكل ده، وادي ال يا بيانسيغ بالشكل ده. طيب انا عاوز اصرف فيرب جوي، قال لي فيرب جوي ده لازم يتحفظ، ملوش طريقه. انا كان نفسي اشيل الار واحط النهايات دي، بس الكلام ده مش هينفع. قال لي مع جي هتطلع حاجه اسمها في بالشكل ده، جو في يعني انا اذهب. مستار، هو انت ليه ما شلتش الاي ار يا مستار وحطيت الايه؟ ما الكلام ده عملته فوق. اقول لك قال ليه اسمه فعل شاذ، فعل شاذ لازم تحفظ على ابوه كده. جو فو معناها انا اذهب، يعني اي جو بالانجليزي، اي جو. مع تي تبقى تي فا، ال هتبقى فا. الله يا مسيح، هو ده الفعل الشاذ عندكم؟ ده سهل جدا. اقول لك يا ست الكل سهل جدا. بص كده يا ست البنات، بكل بساطه كان 4 حروف اهو يا سيكم سا، ريسيو على 3 اهو، ريسيو على 2. كانك كل مره عزيزي بتنقص حرف، 4 3
2 وهكذا. مع النو تبقى نوزالو واخرها او ان اس. مع الفو تبقى فوزالي. الله، طب يا مستر ما انتظم اهو الفتره دي ربنا هداه. ايه وقال هيبقى بكل بساطه فون. رجع للشقاوه تاني. تقصدها مسيها؟ اقصد يا حبايبي ان فيرب قال ده سكه وده غرايه، انا لازم نحفظها. يعني بكل بساطه عزيزي ده مش متبع للقاعده. لو انا حفظت فيرب قال ده ولو انا حفظت النهايات دول اهم يا حاج كامل، احب اقول لك ارتاحت وريحتها فاحت. احب اقول لك احنا عملنا الجلاشه مع افعال المجموعه الاولى. احب اقول لك مفيش كلام تاني يتقال. اي فعل مجموعه اولى احذف الار حط النهايات زي ما عملنا مع جويه، ما عدا فعل واحد بس انا هحفظه اللي هو فيرب قال ليه، وانا كده روجت على 85% من افعال الفرنساوي. طب الله يديك الصحه يا مسيح، خلاص سيب لي انا قال ليه وانا هعمل معاه الصحه، سيب لي قال ليه وانا هعمل معاه القلاشه. اقول لك انا متوقع ذلك عزيزي، بس معلش تركه بس اخيره قبل ما اروح بكل بساطه احل على افعال المجموعه الاولى او احل على بكل بساطه او اشرح افعال المجموعه الثانيه او الثالثه. اسمع يا بكل بساطه شايف فيرب قال ليه ده مانا مسيح لقاعده في اللغه الفرنسيه لازم تعرفها. قال ليه ده يا حبايبي معناه يذهب. بكل بساطه يا ست الكل بقى يجي وراه ايه بقى؟ اسمع من اخوك بقى، يا اما يجي وراه حرف جر اسمه شي، وشي ده بكل بساطه معناه عند، وساعتها هات وراه عاقل. يا اما يا عم الناس يجي وراه بكل بساطه او، يجي وراه بكل بساطه الا، يجي وراه ال ابوستروف، ويجي وراه او افيك اكس، وبعد كده مكان. ودي تركه بكل بساطه خاصه بفيرب قال ليها. طب يا مسيح معلش بس يعني حضرتك عاوز تقول ان بكل بساطه قال ليه ممكن ياخد الشيء يا سيكم سا، ممكن بكل بساطه يا مسيح ياخد حرف جر اسمه شيء؟ وممكن ياخد بكل بساطه حاجه من دول. بكل بساطه الاو دي بتيجي مع مذكر لو كان المكان مذكر، ودي لو كان المكان مؤنث يا سيكم ساها. نغير اللون عشان تبقى الدنيا مختلفه يا بيانسيخ. ودي بكل بساطه مع المتحرك لو المكان مبدوء بمتحرك، ودي لو المكان جمع. اديك مثال يا عم الناس عشان تفهم اكتر يا سيكم سا. اسمع من اخوك، لو انا قلت علي ادي علي اها سيكم سا. بكل بساطه فا يعني يذهب نقط نقط نقط، وادي بكل بساطه كلاب كلاب كلاب. كلاب دي معناها نادي. يا ترى في هذا السؤال الثعباني هتختار بكل بساطة شي هكده اها، ولا هتختار او هكده اها، ولا هتختار الا هكده اها، ولا هتختار او افيك اكس هكده اها؟ اسمع من اخوك بكل بساطه عم الناس ادي فيرب قال لي، وانت مرتاح في فيرب قال لي هيجي وراها عاقل او مكان. مبدئيا هنا بكل بساطه اللي بعد النقاط ده كلمه كلاب. كلاب دي نادي، والنادي ده مش عاقل، سكه ودغري شي مش هتنفع، شي دي عاوزه وراها عاقل. طيب النادي بتاعك ده بكل بساطه لو مذكر ياخد الاو، مؤنث الا، جمع ياخد او افيك اكس. طبعا دي نادي واحده وما فيهاش اس ولا اكس، فالاخيره مش هتنفع. معانا مذكر معانا مؤنث. اسمع من اخوك بقى تركه جامده النيل زحليقه. الاماكن الترفيهيه في اللغه الفرنسيه مذكره. يعني النادي ده مكان ترفيهي بفك عن نفسي يبقى النادي ده مذكر. الاستاد بروح اتفرج على مباراه ايه اهلاوي هبقى فرحان تبقى مذكر. كافيه اشد شيشه يبقى مذكر. بارك افك عن نفسي يبقى مذكر. سينما اشوف فيلم افك عن نفسي تبقى مذكر. وكذلك تياتر اشوف علي ربيع ها هو هي ولا فهيبقى برضه مذكر. يبقى الاماكن الترفيهيه في اللغه الفرنسيه مذكره، فمعلش مش هتنفع الالا هكده، ولازم تبقى هكده. تبقى مفتح وبتبقى ناصح وتبقى محدش يضحك عليك. اللي انا عملت معاك ده اسمه افعال المجموعه الاولى. يلا بينا عزيز نتوكل على الله على افعال المجموعه الثانيه وافعال المجموعه الثالثه. يلا بينا. طب يلا بينا دلوقتي عزيزي هنتوكل على الله وبكل بساطه نروح للمجموعه الثانيه والثالثه. واسمع من اخوك يا عم الناس، انت تعبت معايا في افعال المجموعه الاولى، وانا هديك بكل بساطه قاعده جامده النيل زحليقه. قاعده ايه دي يا مسير اللي هتديها لي وهتبقى جامده؟ اقول لك يا عم الناس انا دلوقتي هديك حاجه من مذكره عملاقه اسمها بكل بساطه مذكره لم نفسك. مستر انت بتشتم ولا ايه؟ اسم المذكره لم نفسك
اي نعم. تلك المذكره العملاقه اللي احنا عملنا بها الايفنتات السنه اللي فاتت وطهبجنا الدنيا بسوهاج واسيوط وطمه وطحطه ودرده بلد الرداله. بكل بساطه يا حبايبي انا هطلع منها صفحه واحده من هذه المذكره. طب صفحتين مسيه؟ اسمع يا عم الناس. افعال يا سيكمسا المجموعه اهو الثانيه والثالثه. اي مستر عم الناس بكل بساطه بيشرح فرنساوي يقول لك هذه الافعال افعال شاذه. اسمع يا عمي، يقول لك كده افعال 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 شاذه. ويجب بقى حفظ كل فعل على حدة. ده شرح اي مستر بقى. معلش مع احترام الناس دي كلها بكل بساطة الكلام ده صحيح وانا ما اقدرش اتكلم فيها، لكن انا دلوقتي هديك قاعدة مفبركة، قاعدة من دماغ الارشيدوك يالا، قاعدة هتخليك تحل اي فعل حتى لو مش عارف معناه، حتى لو انت مش حافظه بالورقه والقلم، حتى لو انت بكل بساطه حبيب قلبي عارف ان هو فعل شاذ ولازم تحفظه، بس معلش بالقاعده دي هتعرف تبقى جامد النيل زحليق. طب ورينا المساء اول ما نشوفوا اخرتها معاك. اقول لك معلش القاعده دي قاعده يا سيكمسا مفبركه عشان بس ما تدورش كتير عم الناس، قاعده كده من دماغ المسيح. طب ورينا مسيح، ورينا اول ما نشوفوا اخرتها. قال لي بكل بساطه حبيب قلبي اول ما تيجي تتصرف مثلا مع الضمير جي فعل مجموعة تانية أو ثالثة، اسمع من أخوك، هتدور بكل بساطة في الإجابات واختار إجابة آخرها اس. الاس دي هتبقى بكل بساطه بنسبه 99%. لو ما لقيتش الاس ما تضربش بودانك، هتبقى اكس، والاكس دي مع فعلين بس يا عم الناس، بوفوار وفولوار. لا معلش على هذا زبده مسي، معلش بقى انا عاوز افهم كل حاجه. تقصد ايه بالكلام ده؟ الاس دي بكل بساطه بنسبه 99% يعني النسبه الاكبر، والاكس دي بنسبه 1%. طب الاكس دي هتبقى مع افعال ايه؟ اقول لك بو بالشكل ده معناها يستطيع، او فو بالشكل ده معناها يريد، دول بس. طيب يا مسي معلش في حاجه تاني؟ اقول لك لو ما لقيتش ولا واحده من دول تلاقي حاجه اسمها ايه، وايه دي يا عم الناس مع فعل اسمه افواخ اللي هو يمتلك او لديه او عنده، لديه عنده. ده حبايبي بكل بساطه بتاع اولى ثانوي. طب يا مستر جدر جاب لي الثلاثه مع بعض اتصرف ازاي؟ اقول لك مستحيل يا ولد يجيب الثلاثه مع بعضهم، على قصتي وقصه شامبو لازم واحده من الثلاثه. طيب اول ما اجي بكل بساطه اتصرف مع التي انا هدور على اجابه اخرها اس، ما لقيتهاش تبقى اكس، وانا مفتح وعارف ان دي بنسبه 99% ودي بنسبه 1%. طيب ادي الايل اها، ادي ال اها، وكذلك اون بالشكل ده، وكذلك اسم مفرد. كل اللي لدي انا هختار معاها اجابه اخرها بكل بساطه حبايب قلبي اسمع يا تي ودي بنسبه 98%. ما لقيتهاش تبقى دي ودي بنسبه 2%. ما لقيتهاش تبقى ده فعل افواخ اللي هو بكل بساطه معناه يمتلك. ده اللي هو فعل افواخ اللي معناه يمتلك. بس كده هنكتبها من الاول. ادي اللي هو فيرب افواخ بالشكل ده. طب خلاص يا مسيح خلاص ممكن الثلاثه يجوا مع بعض؟ مستحيل يا عم الناس، مستحيل. طيب قسما بالله يا فرنساوي اول ما اجي اتصرف بكل بساطه حبايبي مع الضمير نو اهو انا هدور على اجابه اخرها او ان اس، ما لقيتهاش هتبقى الصم بالشكل ده اهي يا حبايبي. وصم ده فعل يكون اللي هو فعل اتر، نو صم فوزت إيل صم ال صم. طيب اول ما اجي بكل بساطه اتصرف مع الفوق هدور على اجابه اخرها او زد ودي بنسبه 98% ودي اول نسبه ادور عليها. ما لقيتهاش تبقى او اس ودي بنسبه 2%. يا سيكم سا. طب لقيت الاثنين اختار دي يا حبايبي، اختار دي الاول. طيب ايل بالشكل ده جمع وال بالشكل ده اللي هي جمع، وكذلك لو عندنا اسم جمع. كل الليله دي هختار معاهم يا اجابه اخرها او ان تي يا اجابه اخرها او ان تي. دي بنسبه 98% ودي النسبه الاكبر ودي بنسبه 2%. اللي انا كاتبها لك دي يا عم الناس قسما بالله قاعده جامده النيل زحليقه. اللي انا كاتبها لك دي لمت لك بكل بساطه كل الافعال بتاعه المجموعه الثانيه والثالثه. مستر ايه اللي انت عامله ده يا مسيح؟ اقول لك يالا دي قاعده مفبركه يالا ده من دماغ المسيح يالا. انت لو مشيت بداي تحل اي سؤال على اي فعل شاذ وتعرف تحل على زمن المضارع وبكل بساطه ما ينقصكش بس غير تعرف معنى الفعل بالعربي.
وفضينا على جداها. يعني افتكر ساعه ما كنت في ثالثه ثانوي يا جدعان، كان المستر بتاعي ربنا يديله الصحه عامل لي 5 ورقات ويقول لي خد يا محمد، خد يا حبيبي، انت لازم تحفظ افعال شاذه، دول كل الافعال الشاذه اللي في المنهج. واقعد طول النهار بتعمل يا محمد بنحفظ افعال شاذه، راح وين يا محمد قاعد نحفظ افعال شاذه. يوم كامل يا جعفر يا شرير عمالك احفظ بافعال الشاذه. طب ما شويه حروف لو انا عرفتهم نعرف نحل، وخصوصا ان الاسئله في الافعال هتيجي اختياري يا سالم، هتيجي اختياري يا اخويا. طب يا مستر انا حاسس ان القاعده دي مهمه بس ما فهمش. انا ما فهمش. اقول لك لحظه حبيبي تعال نحل مع بعضينا اكسرسيس علشان اي انسان ما يشيرش للمسيح، يبقى ده اكسرسيس عليه. بكل بساطه حبايبي يلا بينا نتوكل على الله كده ونشوف الاسئله. لو انا كاتب لك سؤال بيقول كده يا عم الناس ركز معايا بقى، اون نقط وادي بكل بساطه توت الله يخرب بيت توت وبيت سنينها توت بالشكل ده يا سي كوم سا، وادي لي سون يا ترى يا سالم تبقى سافون اخرها او ان اس، هتبقى سي اخرها اس، هتبقى سي اخرها ت، هتبقى سافوار اخرها او اي ار. ادي حبيبي بكل بساطه اول سؤال. السؤال الثاني يا سي كوم سا، السؤال الثاني حشكامل. السؤال الثاني بكل بساطه لو انا كاتب كده حبايبي يا بيان سور فو نقط وادي ديسبور يا ترى يا سالم هتبقى فيزون ولا بكل بساطة تبقى فون ولا بكل بساطة تبقى في ولا تبقى فات يا سي كوم سا ادي السؤال الثاني. السؤال الثالث ودي يا مسيح ودي وبكل بساطة ما ترحمش. لازلاف التلاميذ مالهم التلاميذ نقط وادي اني كلاس يا ترى يا عديلة هتبقى سوي هكده هتبقى صن كده هتبقى بكل بساطة سوي هكده هتبقى ايه هكده. طيب السؤال بكل بساطة الرابع واخر سؤال عشان نشوف مصالحنا. لو انا كاتب علي ماله علي نقط وادي لو تاكسي يا ترى يا بنيتي هتبقى بغوندغ بالشكل ده ولا بغون بالشكل ده ولا بغون بالشكل ده سي كوم سا. ادي اسئله حبايبي وعاوزين بكل بساطه نتناقش في هذه الاسئله. اسمع من اخوك، انا لازم احدد السؤال في فعل منتظم ولا فعل شاذ، السؤال في افعال المجموعه الاولى ولا فعل في المجموعه الثانيه او الثالثه. طب احدد ازاي يا مسيح؟ اكشف عليه يعني؟ اقول لك لا يا ولدي مش كده خالص. تعال اقول لك اتحدد ازاي. انت تبص على الاختيارات. الاختيار او ان اس الصراحه ده مش هيفيدك بحاجه، ده موجود في الاولى وموجود في الثانيه والثالثه. الاختيار الثاني اخره اس بس ارتاحت. طالما فيه اس في الاختيار يبقى الفعل ده فعل شاذ، لاني ادي مع جي اخره اس ادي مع تو اخره اس. لكن افعال المجموعه الاولى كان في اي اس لكن هنا اس بس، يبقى ده فعل شاذ. تلاقي اجابه اخرها تي، والله فعل شاذ، لان التي دي ما كانش في افعال المجموعه الاولى، كان عندنا اي ان تي لكن دي تي وحدها. سكه ودغري الفعل ده هستخدم له القاعده المفبركه. سكه ودغري السؤال ده على الافعال الشاذه. طيب تعال نحل مع بعضينا. اون مالها الاون بقى؟ يا ترى صافون ولا سي ولا سافوار؟ انا حافظ قاعده جامده النيل زحليجه، انا واعي لكل حاجه. الاون دي عاوزه اجابه اخرها تي. تعال يا هنا او ان اس تنفع شيء، هنا اخرها اس تنفع شيء، اخرها او ار تنفع شيء، اخرها تي. حليت وانا ما ترجمتش الجمله، حليت وانا ما حفظتش الفعل، حليت وانا بكل بساطه المستر كان يقول لي فعل شاذ. انا سمعت الارشدك وشيرت القناه الارشدك وعرفت الشفره الجامده النيل زحليقه وبقيت على وضعي، بقيت نينجا. ايوه تبقى نينجا عاد. خلاص يا مسي خلاص الله يكرمك يا رب، خلاص انا عرفتها. يلا نحل السؤال الثاني. السؤال الثاني يا عم الناس بكل بساطه كاتب لك فو هي سي كوم سا. كل مدرسين مصر يقول لك مع الفو اوزاد، الفو اوزاد صح فعلا مع الفو اوزاد. طب ما كانتش الاوزاد يبقى اي اس سكه ودغري. إذا الأس دي الأساس ودي الشنط والأكياس. طب ما فيش الأساس يبقى نجيب الشنط والأكياس. فيش إيزاد أدي إي إس
وابقى عمده وما حافظش الفعل وما حافظاش بالورقه والقلم، وروح دور في الملخص كده تلاقي تصريفها كده. مدد يا رب، ومدد من غير عدد. ده لازلاب ده اسم جمع. الاسم الجمع يا جدعان سكه ودغري، يا اما او ان تي يا او ان تي. ادي اسم جمع اها يا سيكم سا او ان تي او ان تي. هتبقى بكل بساطه الثانيه او ان تي. دي تنفعش دي تنفعش دي تنفعش. ايوه، وده فعل اتر. عارف المدرسين تحلها ازاي؟ يقول لك انت كان لازم تحفظ فعل اتر من اولى ثانوي، انت كنت هتلفلف في اولى، انت كنت شجيني في اولى ثانوي، انت لازم تحفظ فعل اتر. جسوي، تي، ايلي، ايلي، نوصم، فوزت، ايل، صوم، ال، صوم، اسم جمع، صوم. طب انا ما حافظش فعل اتر، نتجرس؟ الناس تمسك سيرته. حريم الشارع يقول والدي حسين ما عرفش فعاليات، وانت عارف حريم الشارع رابعه زباله عندكم مساكين سيار. لا، بكل بساطه لو ما حافظش فعاليات ما حدش يزني. بكل بساطه انا عارف الاسم الجمع يا او ان تي، اللي ما جيتش تبقى او ان تي وابقى مغفلك فتبقى داي. اخر سؤال، علي نقط له تاكسي. انا قاصد السؤال ده. علي ده اسم مفرد وهنعوض عنه بالضمير ايل بالشكل ده. تعالى ده ادي اسم مفرد اهو. اجابه بكل بساطه اخرها تي او اجابه اخرها دي. طيب خلاص يا مسيح، انا ما عنديش التي ما عنديش دي، ادي دي يا مسيح زي بعضه بقى. معلش، ما انا كان ممكن افتكرها فعل مجموعه اولى واختار اول واحده اخرها او. انا عارف الاسم المفرد فافعال المجموعه الاولى بياخد او. اقول لك ما تختارش الاو اللي جاب لها ار، لا دي اسمها مصدر فعل، يعني فعل مش مصرف. اوعى تختار الاي اللي جاب لها ار، اوعى نتجرس يا ولدي والناس تمسك سيرتنا. يبقى دي مصدر فعل ما تنفعش، ودي اخرها اسم ما تنفعش، تبقى برام بالشكل ده. ايوه، ويبقى انا خدت قاعده جامده النيل زحليقه، وانا كده عملت الصح مع افعال الفرنساوي كلها. يا سيكم ساعة بالله عليك لو استفدت شاير للمس يا جدع، يا جدع شاير يا جدع، يا جدع عاوزين نوصل ل 100,000 بقى. كفايه بقى، كفايه كآبه بقى، اكتئبنا كتير عزيز، عاوزين نرجع نشوف حالنا بقى. عزيزي يلا بينا نروح نحل على الشاشه التاتش، انا اموت في الحل، احب قوي الحل مع الشاشه التاتش. عزيزي يلا بينا يلا بينا. طب يلا بينا دلوقتي عزيزي نتوكل على الله ونروح بقى نطبق على الكلام اللي احنا خدناه ونشوف بقى بكل بساطه الاسئله تيجي ازاي. والصراحه دي احلى حته انا بحبها يا جدعان، انا بحب بكل بساطه الشاشه التاتش في حته الحل. جينوات اليكال طبعا بكل بساطه مش هتنفع فاديه ولا هتنفع الي، لازم تبقى جو في. ده فيرب الي الشاذ وده تصريفه بكل بساطه مع جي. تينوات لوميزو مع تو مش هتنفع اي، مش هتنفع او زد، لازم اخرها او اس فهتبقى الثانيه. ايل نقط دو فروي، ايل دي بكل بساطه مش هتاخد او ان اس ولا او ار مصدر، هتبقى مانجي الثانيه. نو نقط لفوت هتبقى مانجون اخرها او ان اس. منى اسم مفرد هعوض بالال يا سيكم سا. نقط دو بوم هتبقى مانج برضو الثانيه. نو نقط با فغوا هتبقى بكل بساطه ايمون الاخيره، عشان دايما النو بكل بساطه بتاخد او ان اس. تيدوا نقط تا ريبونس. اسمع يا عم الناس، هنا ده اسمه فعل مصرف، فبكل بساطه اللي وراه لازم يبقى مصدر. يعني ايه يا مسيح؟ يعني الجمله اللي فيها فعلين الاولاني يصرف والتاني مصدر. معلش انا مش هختار الاخيره هنا، لا يبقوا فعلين مصرفين ورا بعض، ده مصرف يبقى التاني مصدر. طب ايه المصدر بقى؟ ادي نهايات يا حبايبي بكل بساطه المصدر، نهايات المصدر او ار ويبقى مجموعه اولى، اي ار مجموعه ثانيه او ثالثه يا سي كوم سا، او اي ار يا سي كوم سا وار او. نعم سي كوم سا، دول نهايات المصدر. فتي دوا انا عاوز مصدر اهو تبقى اولى. نو نقط دي فغوي تبقى الشيطان الاخيره. طيب رامي وهاني، رامي وهاني اسم جمع هعوض بالاي فيك اس يا سي كوم سا، هتبقى بكل بساطه بوز الاخيره. نسينا واحده رقم 9. جي نقط لي روج هتبقى بخفاغ الاخيره، دي مش هتنفع عشان عليها اكسان. سي كوم سا. ده حبايبي بكل بساطه 10 اسئله. نرفع تاني نحل شويه تاني يا بيانسيخ، نحل تاني حش كامل. هيدا هو ليك عم تقدرني يا بيانسيغ. يلا حبايبي كده. نو نقط دي فغوي هتبقى مانجون اخرها او ان اس. تي نقط الفرنسي تبقى ام اخرها او اس. اي نقط سيزامي تبقى ان فوت اخرها او. نو نقط ا باري فواياجون اخرها او ان اس. نو نقط لا لاتر مع نو تبقى كومونسون اخرها او ان اس. جي ابوستروف ان شميز اشات اخر واحده. اي نقط اي لاتر ان فوا اخرها او.
النقط دي جاتو تبقى مانش اخرها يبقى ينصيغ. سامي 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 كلب حرامي بكل بساطه اعوض عنه بالايل، سامي ده اسم مفرد فهتبقى بكل بساطه بخفاخ اخر واحده يبقى ينصيغ. جي نقط فيت تبقى مارش الثانيه. احلى حاجه في الشاشه التاتش الحل، يخرب بيت سنينها يخرب بيت سنينها، حاجه كده جامده النيل زحليقه. يا بينصيغ يلا 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 حاج كامل حاج كامل يا سي كوم سا. تي نقط تونامي تبقى بريزونت اخر واحده. لي بروفيسور نقط لو كايي، اوعى تقول لي البروفيسور نحترموه، الاحترام في الامر يالا، لكن احنا هنا بنتكلم في زمن المضارع. البروفيسور ده اتعود عنه بالايل اسم مفرد فتبقى ضن اللي هي اول واحده. نو نقط لو تونس تبقى بريفيرون ثاني واحده. النقط اون فيلم تبقى ريغار ثاني واحده. لو في البنات البنات صراصير البلاعات بكل بساطه تبقى اعوض على البنات بجمع مذكر مسيء على اسوح طلعت لهم شنين بقى لا مؤاخذه. بكل بساطه نعوده بالقلق ده القلق ده القلق ده ويمسح الحد دي الحد دي حاج كامل تتمسح بس كده. اللي دي بكل بساطه هتبقى ان تي اخر واحده بالشكل ده. نو زالون على مير بوغ. اسمع يا واد، بعد بوغ دي بعد بوغ دي بعد بوغ بيجي الفعل في المصدر. الفعل في المصدر يا سيكم ساها. ادي الفعل وادي المصدر يا سيكم سا بالشكل ده حاج كامل. يعني ايه فعل في المصدر؟ فعل اخره ار يعني فهتبقى ناجي. على فكره بوغ دي معناها لكي يا سي كوم سا او معناها لي، حاجه كده بتساوي في الانجليزي تو. تو في الانجليزي برضو معناها لكي او لي، وتو في الانجليزي بيجي وراها الانفينيتيف الانفينيتيف يعني نفس القاعده فتبقى اول وحده. طيب ماريو موا وبعد كده عامل لي فاصله، بلا ما اعمل فاصله كله ده ليش لازمه، انا هحل على اللي بعد الفاصله. اون هتبقى اشات اللي هي بكل بساطه في النص. النقط لا غاب تبقى اسي اللي هي بكل بساطه في النص. تيفا فعل مصرف مصرف يبقى التاني بكل بساطه في المصدر. ده مش مصدر ده مصدر وده مصدر يا سي كوم سا. هتبقى يا مسيي هتبقى توليفي. طب اشمعنى توليفي؟ عشان عندنا تي. تقصد ايه يا مسييه؟ اقصد يا جدعان بكل بساطه في حاجه اسمها تصريف الضمير سو. تصريف الضمير سو بص هنكتبها في الحته دي تصريف الضمير سو بتاعت اولى ثانوي. ما جو مي ما تو تي مع ال والال سي مع النونو مع الفوفو مع ال والال سي. يا مسيه ده الهلس حلو قوي يا اخويا. تصريف السي ده كله هلاس. ايه بالشكل ده يا بايا وقال بالشكل ده. برنامج وحش جوه بكل بساطه في الحل بالبي دي اف بتاعه هتبقى سي. هغيره بعد كده يا بيونصيغ. ادي حبايبي تصريف السي ومعلش لازم اكون عارفها. ادي تصريف السي حتى بكل بساطه لو انا ناسيها ممكن افتكر فيرب سابيلي جي مابل تي تابل il s'appelle nous appelons vous appelez il s'appelle فمرتاحه طالما شفت التي هتبقى معاها تي مع تي يا سيكم سا. فدي بره الليله يداي طبعا دي هي المصدر عشان هنا في المصرف يبقى مصدر. ادي مع التي مرتاحه هتبقى تي يا اكزاكتومون بالشكل ده. ودي مسيح ودي وخش هجيبك يا اكزاكتومون. ايوه حاج كامل. طيب بعد كده جيفو. لو انا عندي ضميرين في الجمله يا حبايبي لو انا عندي ضميرين في الجمله انا بصرف على الضمير الاول بصرف على الجي وجي ياخد دي ما تتغشمش وتختار دي. لبروفيسور نو نفس الفكره هحل على بروفيسور وبروفيسور تاخد الايل هتبقى كوراج اول وحده. اون تبقى فا فعل شاذ فعل مصرف اللي بعديه في المصدر. طب دي مش مصدر ادي مصدر بكل بساطه عندنا جي يبقى مع جمي اول واحده كده. النقط ده فعل شاذ بكل بساطه مع ال يا تي دي بره يا سيكم سا. يلا يا مسيه يلا في حاجه تاني يلا نحل الصفحه دي مش هحلهم لك كل مع عزيزي انت غالي عليا عزيزي وانا لازم اعمل معاك الصح في الحل يا سيكم سا. لحظه عزيزي ننزلها سيكا بس كده لا مش كده
طيب ايه النقط لور بارون تبقى اوبيس بالشكل ده مع تو اخرها او اس بالشكل ده. ايل هتبقى اوفر اللي هي اخر واحده بالشكل ده. فو تبقى او زد او كريفي. جو تبقى جا سوي واخرها بكل بساطه اس. فو تبقى فوزافي بالشكل ده. تو هتبقى بكل بساطه فا اول واحده. نو هتبقى مانجون بالشكل ده. جي ابوستروف تبقى ايه بالشكل ده. اخر سؤال النقط بون لا كولاغ هتبقى ايل يا بيانسيغ هتبقى صون بالشكل ده. ده عزيز زمن المضارع. وده كام سؤال؟ 46 سؤال عزيزي بكل بساطه حلينهم من مذكرتنا مذكره التاسيس. ولا لو انت بتتفرج على الفيديو وعاوز مذكره التاسيس بتاعت اولى وثانيه تواصل مع السي وانا هديها لك. دلوقتي يا عم الناس يلا بينا نتوكل على الله ونروح للزمن الثاني، زمن لفتيغ بغش. هكلمك عن المستقبل. يلا عزيزي يلا بينا. طب يلا بينا دلوقتي عزيزي نتوكل على الله ونشوف بكل بساطه زمن المستقبل عندنا. يعني يا مسيح يعني بعد ما عملنا الجلاشه بكل بساطه مع زمن المضارع وفرمطنا فيه كل حاجه وحلينا عليه، يلا يا عم الناس بكل بساطه نروح دلوقتي لزمن المستقبل. المستقبل في الفرنساوي حبايبي بكل بساطه اسمه لو فيتور اهو بالشكل ده. سي كوم سا بغاش. مستر يعني ايه فيتور بغاش ده؟ يعني زمن المستقبل. ماله مسيه زمن المستقبل؟ ماله؟ احكي لي عنه يا مسيه. اقول لك يا عم الناس زمن المستقبل ده من اهم الازمنه اللي موجوده في اللغه الفرنسيه، والزمن ده الوحيد هو اللي بيعبر عن المستقبل عندنا في الفرنساوي. وبكل بساطه يا عم الناس طالما زمن فاحنا في نقاط معينه كده لازم نشرحها مع بعض. اشرح استخدامه، اشرح الكلمات الداله عليه، اشرح تكوينه وناخد عليه مثال كمان. فبكل بساطه يا عم الناس اول حاجه بكل بساطه بيقول لي استخدامه اهو. بنستخدمه في ايه بكل بساطه؟ الزمن ده. لحظه كده عزيزي العربي بعافيه عشان الشاشه دي. استخدامه بنستخدمه عزيزي بكل بساطه في التعبير عن حدث سوف يتم في المستقبل. يعني هقول في استخدامه يعبر يا بيانسيغ عن حدث سوف يا بيانسيغ يتم في المستقبل. مسييه على هذا زباب الله يكرمك. يعني ايه الكلام ده يا مسييه؟ اقول لك يا عم الناس الاسبوع القادم مباراه الاهلي والزمالك. الحاجه دي لسه ما حصلتش، دي لسه الاسبوع اللي جاي، فاستخدم زمن المستقبل. اول ما اقول لك خلال ساعتين من دلوقتي الفيديو ده هيخلص، الفيديو يا كبير لسه ما خلص، فاستخدم زمن المستقبل. اول ما اقول لك السنه اللي جايه هبقى بكل بساطه في الجامعه، الحاجه دي لسه ما حصلتش، دي السنه اللي جايه، فاستخدم زمن المستقبل. يبقى استخدام زمن المستقبل يعبر عن حدث سوف يتم في المستقبل. ودي يا عزيزي حاجه كده سهله سيكا. طيب دلوقتي هنتوكل على الله بقى ونروح بكل بساطه الكلمات يا بيانسيغ الداله. ايه بقى الكلمات الداله على المستقبل؟ قال يا عم الناس الكلمات الداله على المستقبل اهم كلمه اسمها دومان. دومان ده يا حبايبي بكل بساطه معناها غدا يا سيكم سا بالشكل ده. كلمه تانية اسمها ابغي دومان. ابغي دومان يعني بعد غدا. بعد غدا دي تدل على زمن المستقبل. بعد يا بيانسيغ غدا اهو بالشكل ده. كلمه تانية اسمها سي سواغ. سي سواغ يعني هذا المساء. وقف الحصه يا مسيح. ازاي كلمه هذا المساء تدل على المستقبل؟ اقول لك يا عم الناس معلش انا وانت دلوقتي بكل بساطه بنتكلم مثلا في فتره الصبح او فتره بعد الظهر. المغرب بالنسبه لنا مستقبل، والعشاء بالنسبه لنا مستقبل، والليل بالنسبه لنا مستقبل، لان انا وانت بكل بساطه بنتكلم في النهار يا عم الناس. فيبقى سسوة سكه ودغري تدل على المستقبل. ايه كمان يا مسيه؟ قول. اقول لك يا حبيبي بكل بساطه نقط 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 وكلمه اسمها بروشان. بروشان دي معناها القادم وممكن تؤنث على فكره، احط لها حرف الايه. بروشان دي بكل بساطه لازم تيجي قدامها كلمه. يعني ايه الكلمه دي يا مسيه؟ يعني ممكن يا عم الناس بكل بساطه نقول مثلا يا بيانسيغ موا بروشان. موا بروشان يعني الشهر القادم. ممكن نقول سيمين بروشان. سيمين بروشان يعني الاسبوع القادم. ممكن يا عم الناس نقول بكل بساطه اني بروشان يعني بكل بساطه السنه القادمه. وممكن سامدي بروشان يعني بكل بساطه السبت القادم. ديمانش بروشان، لوندي بروشان. المهم ان كلمه بروشان معناها القادم ودي بتدل على المستقبل. ولو انت طالب مفتح
هتقول يا مستر كلمة بروشان دي موجودة في الانجليزي، بس في الانجليزي حاجة اسمها نيكست. نيكست في الانجليزي تدل على المستقبل. عندك نيكست ويك، نيكست مانث، نيكست يير، الحاجات دي كلها بتدل على المستقبل يا عم الناس. طب ايه كمان يا مسييه؟ اقول لك يا حبيبي ادي بكل بساطة كلمة دومان، ادي بكل بساطة سي سوار، ادي بكل بساطة ابغي دومان اهي يا عم الناس، وادي كلمة بروشان والحاجات اللي بتيجي معاها. كلمة تانية يا عم الناس بكل بساطة اسمها دون بالشكل ده اهو اهو اهو، او حاجة اسمها ابغي بالشكل ده. ضم او ابغي ولازم وراهم فترة زمانية. تقصد ايه يا مسيح بالتعبير ده؟ ويعني ايه الكلام ده؟ اقول لك يا سالم لو انا جيت اتكلمت مثلا وقلت لك ابغي يعني بعد ايه يا مسيح؟ ابغي زوناغ يعني بعد ساعة، سي كوم سا، دي بتدل على المستقبل. اول ما اجي اقول لك دون بالشكل ده يا بيانسيغ دون زيناغ دي معناها في خلال ساعة، فبرضه دي بكل بساطة بتدل على المستقبل. طب ايه كمان يا مسيح؟ جول اقول لك يا حبيبي اون مثلا يا بيانسيغ زائد سنة قادمة، سنة قادمة. اقول لك يا عم الناس مثلا بكل بساطة لحظة كده نظبطها بالعربي، يا بيانسيغ اهي سنة يا بيانسيغ قادمة. اجي اتكلم مثلا عن الناس واقول لك مثلا اون وادي 20 ادي 7 مثلا و20 سي كوم سا، السنه دي لسه ما حصلتش ولسه ما جاتش، فبكل بساطه بتعبر عن المستقبل. طب حاجه تاني اقول لك كلمه اسمها بيانتو دي معناها قريبا، وقريبا دي بكل بساطه بتدل على المستقبل اهو يا عم الناس. يبقى دي اشهر الكلمات اللي بتدل على المستقبل. دوما معناها غدا وبتساوي تومورو في الانجليزي. ابغي دوما بعد غدا وبتساوي بكل بساطه افتر تومورو في الانجليزي. سي سوار هذا المساء. بروشان معناها القادم. دون او ابغي ويجي وراهم فتره زمنيه. بيانتو يا بيانسيغ ومعناها قريبا، وكذلك اون زائد سنه قادمه يا بيانسيغ دي برضو بتعبر عن المستقبل. اللي انت شايفه ده يا عم الناس دي الكلمات الداله اللي لو لمحت كلمه منيهم سكه ودغري الكلام في المستقبل. لو شفت كلمه منيهم الحكايه على طول هيبقى في زمن المستقبل. طب خلاص يا مسيح ربنا يديك الصحة، أنا الحمد لله مستوعب الدنيا. في حاجة تانية يا مسيح عاوز توضحها؟ أقول لك اسمع من أخوك. إحنا بكل بساطة بعد ما عرفنا الكلمات الدالة هروح لحاجة دلوقتي اسمها تكوينه. بيتكون من إيه زمن المستقبل ده؟ أقول لك يا عم الناس سكة ودغري تكوينه هيتكون من فاعل في بداية الجملة، وبعد كده فيرب اسمه ألي، وألي هنا يا حبيبي مش معناه يذهب، ألي هنا معناه سوف، وهيجي وراه الفعل في المصدر. طب يا مستر معلش بس هو امتى قال لي ده هيبقى يذهب وامتى قال لي ده مسيب بكل بساطه هيبقى بكل بساطه سوف؟ قال لي ده يا حبايبي معناه يذهب لو وراه مكان او وراه اسم شخص، ومعناه سوف يا عم الناس وبيعبر عن المستقبل لو جه وراه فعل في المصدر. فعل في المصدر يا رجاله يعني فعل اخره ار او اخره اي ار او اخره او اي ار او اخره ار دول يا حبايبي بكل بساطه نهايات المصدر. طب يا مستر بعد اذن حضرتك ممكن مثال؟ استاذنك اديني مثال بقى، ادينا مثال يا مسيح بعد اذن حضرتك. اقول لك يا حبيبي يلا ناخد مثال وليكن مثلا فيرب اسمه مانجي اهو بالشكل ده. ركز معايا، مانجي ده يا حبايبي معناه ياكل. انا بقى عاوز اصرفه في المستقبل واشوف الدنيا رايحه فين. هصرفه بكل بساطه مع جو اهو، هصرفه بكل بساطه مع تو مع الايل كده، ادي ال كده، ادي اون بالشكل ده، وكذلك لو في اسم مفرد. ادي يا حبايبي بكل بساطه هصرفه مع النو، ادي رجاله هصرفه مع الفو، ادي ايل بالشكل ده سي كوم سا، ال بالشكل ده الجمع، ولو عندنا اسم جمع. طيب خلاص يا مسيح الله يكرمك يا رب، هتعمل ايه دلوقتي يا مسيح؟ اقول لك يا حبيب قلبي اول خطوه بعملها في التصريف في زمن المستقبل ان انا اصرف فيرب الي ده مع الجي. الي مع الجي هتطلع حاجه اسمها في، جو في، وبعد كده الفعل في المصدر، فمانجي ده هينزل زي ما هو مانجي مانجي مانجي. الجمله اللي طلعت دي يا عم الناس جو في مانجي معناها انا سوف اكل، انا سوف اكل، والكلام هنا بكل بساطه يا حبايبي في زمن المستقبل. طيب يطلع لي واحد بكل بساطه مفتح ويقول لي عارف يا مستر بكل بساطه المستقبل بتاعكم ده شبه المستقبل في الانجليزي. في الانجليزي يا مستر المستقبل بيتكون من فاعل في بدايه الجمله، وبعد كده حاجه يا مستر واسمها ويل بالشكل ده، وبعد كده حاجه اسمها الانفينيتيف. اقول له ممتاز فعلا ده تكوين المستقبل بكل بساطه في الانجليزي. يقول لي يا مستر الجمله اللي انت كاتبها جي في مانجي انا ممكن اقولها اي ويل وادي ايت. اقول له جينيوس يا حبيب قلبي،
نعم I will eat في الانجليزي بتساوي je vais manger، انا سوف اكل في الفرنساوي. طب يا مسيو تنصحني بايه؟ انصحك يا حبيب قلبي ان انت تحفظ في دي ان هي بتيجي مع الجي وتصريف فيرب الي. الي مع تي تبقى فا بالشكل ده 3 حروف، ومانجي تنزل زي ما هي حبيب قلبي في المصدر بالشكل ده. الي مع الايل والاون هتبقى فا حرفين، وادي رجاله بكل بساطه مانجي بالشكل ده. هو سوف ياكل، هي سوف تاكل، نحن سوف ناكل. مع النو تبقى نوز الله، نوز الله، وادي بكل بساطه مانجي مانجي مانجي. مع الفو فوز اللي اهي اهي، وادي بكل بساطه مانجي مانجي بالشكل ده هي سالب. ايل وال هتبقى فون اهي يا حبايبي يا سيكم سا، وبعد كده مانجي. انصحك يا عزيزي ان انت بكل بساطه تحفظ الفعل ده. فين الفعل ده مسيها؟ اقول لك هو يا عم الناس ده فيرب الي لازم يتحفظ عشان نعرف نحل على المستقبل، وهنا يا حبيبي بكل بساطه معناه سوف. مسيها بكل بساطه ده مثال على المستقبل. اي نعم. جي في مانجي انا سوف اكل، تي فا مانجي انت سوف تاكل، هو سوف ياكل، نحن سوف ناكل، هم انتم سوف تاكلون، هم سوف ياكلوا، وهن سوف ياكلن. ده رجاله بكل بساطه الكلام في المستقبل، وانا لو عاوز مثال او جمله على المستقبل انا ممكن اقول كده. ركز معايا يا بيان سيغ ابغي او خليها ضان ضان كده يا حبايبي يا بيان سيغ، واروح كاتب 45 مينيت مينيت في خلال بكل بساطه 45 دقيقه. ايه اللي هيحصل؟ اقول لك جو في انا سوف، مانجي اكل، اكل ايه بقى؟ دو فاغوي دو، وادي بكل بساطه فاغوي بالشكل ده. وابقى انا كده فاهم كل حاجه، وابقى انا كده على وضعي ومرتاح في المستقبل. يبقى يا رجاله ادي بكل بساطه استخدام الزمن، ادي الكلمات الداله على الزمن، ادي بكل بساطه تكوين الزمن، وادي بكل بساطه مثال على الزمن. في حاجه ثانيه مسيه في المستقبل عاوز تقولها؟ اقول لك اسمع من اخوك عشان ربنا يكرمنا. بكل بساطه دلوقتي هنخش على الملاحظات. يلا بينا يا عم الناس نتوكل على الله ونشوف الملاحظات اللي عندنا. ملاحظات، ركز معايا يا حبيبي عشان ربنا يكرمنا. ايه يا مسير الملاحظات يا مسير؟ اول ملحوظه بيقول لي ايه بقى؟ لنفي زمن يا بيونسيغ المستقبل، عشان انفي زمن المستقبل يا رجاله يا سيكم سا بعمل ايه يا مسير؟ قال لي نضع تصريف فعل اللي يا حبايبي اللي هو الفعل المساعد ومعناه سوف بين حاجه اسمها نو بالشكل ده وحاجه اسمها با بالشكل ده. استاذنك يا مسيح انا عاوز مثال، اديني مثال يا مسيح عشان افهم كل حاجه. اقول لك يا حبيبي يلا بينا ناخد مثال. لو انا قلت دومان دي معناها غدا، كلمه داله على المستقبل. ركز معايا يا عم الناس. جو يعني انا، ne vais pas je ne vais pas، انا لن voyager اسافر باريس، انا لن اسافر الى باريس. حبايبي لو انا جيت بصيت بكل بساطه على الجمله دي هلاقي كده حبايبي، ركز معايا بقى. انا جيت نفيت ادي بالني وادي بالبا، نفيت فيرب اليه، ما نفيتش المصدر يا عم الناس، انا نفيت الفعل المساعد. غدا انا لن اذهب الى باريس او لن اسافر بكل بساطه الى باريس، وده نفي المستقبل. ما بينفيش بكل بساطه المصدر عم الناس، بيتنفي بكل بساطه الفعل المساعد. ودي اول ملحوظه عندنا. الملحوظه الثانيه قال لي ايه بقى؟ ركز مع اخوك عشان ربنا يكرمنا. قال لي بكل بساطه في حاله الافعال ذات الضميرين. ايه يا مسيح الافعال ذات الضميرين دي؟ الافعال ذات الضميرين يا رجاله هي اي فعل قدامه سي او اس ابوستروف. يعني ايه؟ يعني يا ولدي لو قلت لك سي بروموني ده اسمه بكل بساطه فعل ذو ضميرين اهو يا رجاله بالشكل ده. او ممكن سابيلي ده فعل ذو ضميرين. يبقى بكل بساطه الافعال ذات الضميرين هي الافعال اللي قدامها اس ابوستروف او اللي قدامها سي. ايه اللي هيحصل يا مسيح في الافعال دي؟ قال لي اسمع من اخوك كده. نضع يسكم سا اهو الفعل في المصدر. طب ايه كمان يا مسيح؟ قال لي نصرف يا بينصيغ الضمير اللي اسمه سي عم الناس حسب الفاعل. لا معلش يا مسيح انا مش فاهم حاجه، سكه ودغري لازم مثال يا مسيح، انا مش فاهم يا مسيح. اقول لك يا حبيبي يلا بينا ناخد مثال وانت تفهم كل حاجه، انت ما انتش صغير خلاص وشنبك
كبر يا ولدي وحسك تخن وجيت مغفلك في البيت. اديني مثال يا مسيح. اقول لك يا حبيبي المثال ده جه سنه 2021. اسمع من اخوك. قال لهم ديمان دي كلمه داله على المستقبل. اسمع مني يا غالي. وراح كاتب لهم جو يا بيانسيغ اهي بالشكل ده، وادي في جو في نقط نقط نقط، وادي او وادي بارك بارك بارك. يا ترى يا سالم في هذا المثال الثعباني هتختار بكل بساطه مي برومان اها ولا هتختار سي بروموني اها ولا هتختار تي برومان اها ولا مي بروموني اها بالشكل ده. ده يا حبايبي المثال اللي جه. طب يا مسيح انا هتصرف ازاي؟ اقول لك سهله يا ولدي ومش مستاهله. بكل بساطه ديمان دي معناها غدا وكلمه داله على المستقبل. جو فو انا سوف. انت هنا حب قلبي عاوز بكل بساطه بعد سوف ده فعل في المصدر. انت هنا محتاج مصدر. طب يعني ايه مصدر؟ يعني فعل اخره او ار او اي ار او ار او اي ار. استاذنك هنا اخرها ايه؟ فسكه ودغري دي مش هتنفع خالص. طب يا مسيح ما ادي مصدرها وادي مصدرها وادي مصدرها، احل ازاي يا مسيح واتصرف ازاي؟ اقول لك يا عم الناس اقرا بكل بساطه المعلومه دي. نضع الفعل في المصدر دي حاجه، الحاجه الثانيه اها يا سيكم سا دي الحاجه الاولى. نصرف الضمير سي حسب الفاعل. السي لازم تتصرف. الفاعل هنا جي. الجي دي يا حبايبي بكل بساطه ما تاخدش السي ابدا، فيش الكلام ده هوت. الجي ما تاخدش التي ابدا، فيش الكلام ده هوت. الجي لازم تاخد مي بالشكل ده وتبقى مي برومان. عاوز تقول يا مسيح، عاوز اقول يا غالي ان في نقطه لازم تظبطها بكل بساطه من اولى ثانوي. النقطه دي اقول لك رقم 3 اللي هي تصريف الضمير اللي اسمه سيه يا غالي، لازم اكون حافظه من اولى ثانوي. طب يا مسيح ده نحفظك ايه اقول لك يا حبيبي تصريف السي بتاع فعل ذات الضميرين. ما جمي مع توتي مع الإل والإلسي مع النونو مع الفوفو مع الإل والإلسي. يا مسيح ده الهلس حلو قوي يا مسيح. اقول لك عزيزي تصريف السي ده سكه ودغري لازم نكون مرتاح فيها من ايام اولى ثانوي. واكبر حاجه تساعدك بكل بساطه على تصريف السي ده يا عم الناس اللي هو فيرب سابيلي. افتكر فيرب سابيلي بتاع اولى ثانوي. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous appelons, vous appelez, il s'appelle. ده تصريف السي. فلازم تعرف ان مع الجي لا يمكن تبقى سي، لا يمكن تبقى تي، لازم تبقى مي بالشكل ده. وانا كده اكون فاهم كل حاجه بالنسبه لزمن المستقبل. على الزمن المستقبل ده زمن مهم جدا، وجه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها واحنا عملنا معاه الجلاشه. يلا بينا عايزين نحل على المستقبل عشان نفهمه اكتر. يلا بينا. طب يلا بينا دلوقتي يا حبايبي هنروح نحل مع بعضينا ونشوف الاسئله هتيجي ازاي. فبكل بساطه اول سؤال بيقول لي مون بير نوا بور باري سي سوار. حبايبي هي كلمه سي سوار اللي دل على المستقبل. اشوف الكلمه دي السؤال في المستقبل. طيب مون بير دي بكل بساطه بتساوي الايل في التصريف يا سيكم ساها. فبكل بساطه اسم مفرد، طالما اسم مفرد يساوي الايل في التصريف دي بره الليله دي بره الليله كذلك دي بره الليله هتبقى فا بارتيخ بالشكل ده. معنى الجملة والدي سوف يرحل إلى باريس هذا المساء. طيب فو نوات كوا ديمان دي كلمة دالة على المستقبل. مع الفوا حبايبي بكل بساطة المستقبل هيبقى بكل بساطة اللفاغ. هي دي المناسبة. ما سيغ نوات بارتاغ بروشانمون. بروشانمون معناها القادم، والقادم دي كلمة دالة على المستقبل عم الناس. سكة ودغري ما ساغ بتساوي حاجة اسمها ال بالشكل ده، هيبقى معاها فا حرفان. ده حبايبي فا حرفين بالشكل ده. ميزان فان نقط سيت بي دي بروشانمون. ميزان فان دي اسم جمع هعوض عنها بكل بساطه بالايل افيك اس، هتبقى فون ليفر اللي هي بالشكل ده. طيب ايه النقط سو ليفر بروشانمون مع الايل عم الناس تبقى فات خطويخه بالشكل ده. عزيز لو انت حافظ فيرب عليه هتدوس في اي سؤال. توت لي زلاف دي بكل بساطه حبايبي بعوض عنها بالايل افيك اس اهي، هيبقى معاها فون. فين فون دي؟ مفيش فون ادي فون اوبتونيغ.
ده يا حبايبي بكل بساطه 6 اسئله. نكمل مع بعضينا، نكمل. يا سي كوم سا. تمام. طيب نشدها شويه لفوق شويه كده. تمام. يلا يا غالي يلا. لي موا بروشان او نوت سو فيلاج، مع القلنا حبايبي في الامر هتبقى فا فيزيتي بالشكل ده. لي موا بروشان ايميليا، ايميليا ده اسم مفرد، هتبقى فا ريسيفوار بالشكل ده. لي موا بروشان ميزامي، ميزامي اسم جمع، هتبقى فون سو بيني بالشكل ده. طيب اللهم صل على كامل النور. نشد فوق شويه كده. ايوه على هذا يا زبادي، على هذا يا زبادي. فكره السؤال ده بكل بساطه ما فيش غير واحده بس اللي تنفع امر، طبعا بكل بساطه الحاجه اسمها الاستبعاد. مع الجي في الامر بكل بساطه هتبقى في بالشكل ده. طيب ايه النقط لبيتيت انونس؟ هتبقى فونت ريغاردي بالشكل ده. والنقط ابارتمون هتبقى فاخ شيرشي بالشكل ده. نقط على بانك اللون عليه بالشكل ده. فو نقط افو كوبان، مع الفو تبقى الي تليفونيه بالشكل ده. فو نقط دو لاتر، مع الفو تبقى الي اكريغ بالشكل ده. تيفا انا عندي الفعل المساعد، يبقى ناقصنا فعل في المصدر. طيب ده مصدر ده مصدر ده مصدر ده مصدر، كلهم مصدر. اشوف التي، التي دي بكل بساطه مش بتيجي معاها نو، لا. مش بتيجي معاها سي، لا. ولا فو، ما تي وتبقى تاني واحده بالشكل ده. تي نوا دانزين اوتال، مع تي تبقى فا دورميغ اخر واحده بالشكل ده. النقط دون دو موا، دون دو موا دي كلمه داله على المستقبل، مع ال تبقى فونت غيستي بالشكل ده. يلا حبايبي يلا بقى على هذا زبادي. احلى حاجه في الشاشه دي التاتش، بكل بساطه كميه الحل اللي احنا بنحلها كميه محترمه. ايمن 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 ايمن. دمان ماتان جي في نقط دون لا بيسين، انا عندي الفعل هنا بكل بساطه اهو يا عم الناس، عاوز بس الفعل في المصدر. ادي الفعل في المصدر اهو اخره ار. بيانتو قريبا النقط سيز اون، مع ال حبايبي بكل بساطه هتبقى حرفين فا في التي. تي فا انا عاوز الفعل اللي هو في المصدر بكل بساطه، مع تي تبقى تيكوشيها بالشكل ده. دانزينير خلال ساعة اون هتبقى فا حرفين فا فاغ بالشكل ده. فوندغ دي معناها الجمعة. اسمع يا عم الناس، ايام الاسبوع يا عم الناس بكل بساطة بتدل على زمن المستقبل. فوندغ دي الجمعة، مع النو تبقى بكل بساطة اللون سورتيغ. طيب سامدي السبت ال هتبقى بكل بساطة فا فاغ اخر واحدة بالشكل ده. طيب نشوف بقى السؤال الاخير. يلا حبايبي على هذا زبادي. يلا بقى عشان نشوف مصالحنا. يلا يلا يا باي نشوف الزمن بعده اللي هو الماضي الحديث. دوما معناها غدا، جو هتبقى في بارتير بالشكل ده او في بروندر بالشكل ده. بيانتو معناها قريبا. لو سينما هعوض عنها بالاي، السينما بالشكل ده تبقى فا دوني بالشكل ده. سامدي بروشان السبت اللي جاي، لو مينيستر هعوض عنه بالاي بالشكل ده اهو. مينيستر ده اسم مفرد فهتبقى فا فاغ بالشكل ده. دون زيناغ في خلال ساعتين، الكلمه داله على المستقبل. جي نقط كومونسي، مع الجي بكل بساطه تبقى جي في اهي بالشكل ده. لاندي دومان بعد غدا اون دي بكل بساطه هتبقى فا معاها بالشكل ده في زمن المستقبل. ان فاكانس بروشان نو، مع النو يا حبايبي تبقى اللون فيزيتيه اول واحده بالشكل ده. ده يا حبايبي بكل بساطه اسئله على زمن المستقبل، وده بكل بساطه حبيب قلبي تطبيق على شرح زمن المستقبل. يلا بينا يا غالي ناخد الزمن الثالث اللي اسمه باسوريسون، الماضي الحديث. يلا بينا على الماضي الحديث. يلا بينا. طب يلا بينا. ورجعنا لكم تاني عزيزي، وبكل بساطه مستمرين معاكم في الزمن الثالث غفل جهاد. بكل بساطه حاجه اسمها لو باسي يا بيان سيغ ريسان. ادي لو يا بيان سيغ باسي بالشكل ده، ريسان بالشكل ده. يعني امسيه هنتكلم على الماضي يا بيان سيغ الحديث. مدد يا رب ومدد من غير عدد. عزيزي الطالب بكل بساطه زمن الماضي الحديث ده زمن بسيط وزمن سهل، وفكرته بكل بساطه بسيطه. يعني امسيه يعني اول حاجه هناخدها فيه استخدامه. استخدمه في ايه الماضي الحديث ده؟ اسمع من اخوك. جل استخدامه يا حبايبي يعبر عن حدث تم وانتهى في الماضي، ولكن منذ فترة زمنية قصيرة. يعني ايه يا مستر؟ يعني يا عم الناس اهو ادي بكل بساطة الاستخدام بتاعه يعبر عن حدث
تم وانتهى في الماضي، ولكن منذ يبينصيغ فترة زمنية قصيرة. أنا مش فاهم مثل الكلام ده بالعربي. أقول لك يا عم الناس، لو أنا جيت اتكلمت وقلت كده مثلا منذ ساعة المستر وصل، منذ ساعة المستر وصل، ده زمن ماضي، المستر وصل منذ زمن ماضي، وبكل بساطة وصوله يا عم الناس ما عداش عليه 3 سنين، ما عداش عليه شهرين، ده أنا بقول لك منذ ساعة، فيبقى ده بكل بساطة ماضي حديث. أول ما أقول من 45 دقيقة بالظبط أنا أكلت ده من ساعة إلا ربع يا عم الناس، ما عداش عليه 3 سنين، فيبقى بكل بساطة ماضي حديث. أول ما أقول بكل بساطة منذ نصف ساعة كنت أشاهد التلفاز، ده بكل بساطة زمن ماضي، ولكن بكل بساطة مشاهدة التلفاز ما عداش عليها 3 سنين ولا سنتين ولا شهرين، ده نص ساعة بس، فأستخدم الماضي الحديث. طيب خلاص يا مسيح، إيه كمان؟ أقول لك يا حبيبي الكلمات يا بيونسيغ الدالة، الكلمات الدالة عليها. الصراحة هي مفروض كلمة واحدة بس أنا هديك كلمتين. كلمة اسمها بكل بساطة إليا، يا سيكم سا اهو، كلمة اسمها إليا، طلع شكلها الكلمة مش سالكة، يا بينصيغ إليا دي إليا بالشكل ده، ودي بكل بساطة هنا معناها منذ، لأن هيجي وراها بكل بساطة فترة زمنية. مستر إليا دي مش كان معناها يوجد؟ أقول لك لا حب قلبي، في الماضي الحديث معناها منذ. وكلمة تانية بكل بساطة اسمها إياغ دي بكل بساطة معناها أمس، سيكومسا. طب يا مستر ممكن تديني مثال على إليا؟ أول ما أقول لك إليا أهو وأروح مثلا كاتب لك إون يعني منذ ساعة. هو قعدت تترجمها بكل بساطة يوجد ساعة، مفيش الكلام ده. اليا لو وراها فترة زمنية يبقى منذ ساعة. طيب ايه كمان يا مسيح عاوز توضحه؟ اقول لك بكل بساطة تكوينه، بيتكون من ايه الماضي الحديث ده؟ اسمع منا يا عم الناس، قال لي بكل بساطة حبيبي بيتكون من يا بيونصيغ فاعل في بداية الجملة، وبعد كده فعل اسمه فيني، ملوش معنى يا عمي، كان زمان معناه يأتي لو وراه مكان، دلوقتي ملوش معنى. وبعد كده حبيبي بحاجة اسمها دي، او ممكن تبقى دي ابستراف، وبعد كده الفعل في المصدر. ده يا جدعان بكل بساطه التكوين بتاع الماضي الحديث والمعادله اللي انا همشي عليها. قولوا تاني كده يا مسيح، فاعل في بدايه الجمله فينيغ دي او دي ابستراف، وبعد كده الفعل في المصدر. الفعل في المصدر يا عم الناس هو الفعل اللي اخره ار او اي ار او اي ار او ار او، ده الفعل في المصدر. مستر انا عاوز مثال، انا مش هسيبك النهارده غير وانا واخد مثال على الماضي الحديث. اقول لك يلا حبيبي ناخد مثال. لو جيت اتكلمت يا رجاله وقلت بكل بساطه فعل مثلا وليكن اسمه مانجي ده يا رجاله معناه ياكل، انا عاوز اقول انا اكلت، عاوز اقول انت اكلت، عاوز اقول هو اكل. اسمع من اخوكم المسيح، اكتب بكل بساطه الضمائر ادي جو ادي تو ادي ايل شرطه ادي ال شرطه ادي اون بالشكل ده، وبرده لو عندنا اسم مفرد ادي حبايبي النو بالشكل كده، ادي رجاله بكل بساطه الفو كده، ادي ايل كده شرطه ادي ال بالشكل ده، وبرده لو عندنا اسم جمع سيكومسا. ركز مع اخوك الله يكرمك يا شيخ. قال لي بكل بساطه يا عم الناس، انا دلوقتي عاوز اتعامل بكل بساطه في الماضي الحديث. الماضي الحديث فاعل، ادي الفاعل مكتوب على السبوره، اروح لفعل اسمه فينيغ ده مع الجي هتبقى حاجه اسمها فيان بالشكل ده يا رجاله، وبعد كده دي او دي ابوستروف. مع احترام لحضرتك انا هختار بكل بساطه دي ومانجي بكل بساطه ينزل زي ما هو فعل في المصدر، لان بكل بساطه حب قلبي بعد الدي بيجي الفعل في المصدر. الجمله اللي طلعت دي يا رجاله انا اكلت اهي ترجمتها، انا يا بيونصيغ اكلت بالشكل ده، ودي ترجمتها بكل بساطه في اللغه العربيه. عاوز توصل لها مسيحها، عاوز اوصل ان بكل بساطه المعادله دي هنمشي عليها سكه ودغري، ولازم يا غالي بكل بساطه تكون مرتاح بكل بساطه في فعل فينيغ. جي فيان دي مانجي انا اكلت، مع التي هتبقى بكل بساطه
مع تي هتبقى tu viens بالشكل ده اهو، وادي دو مانجي يعني انت اكلت. ايوه يا غالي. il و on هتبقى viens بالشكل ده واخرها حرف التو، وادي دو وادي بكل بساطه مانجي هو اكل هي اكلت نحن اكلنا. مع النو هتبقى فينون اها، وادي دو وادي مانج بالشكل ده. مع الفو فيني اها، وادي دو وادي مانجي بالشكل كده كبير. بعد كده il و ال هتبقى فين وادي بكل بساطه دو وادي حبيب قلبي مانجي. ده رجاله بكل بساطه تصريف زمن الماضي الحديث. عاوز نصيحه من اخوك؟ نصيحه ليك بكل بساطه في زمن الماضي الحديث ده هتركز لي على الدي. انا دايما بعرفه من الدي. اذ ربما تتلخبط بينه وما بين المستقبل. المستقبل ما فيهوش دو، الماضي الحديث ده هو اللي فيه دي. وركز على تصريف فعل فينير فينو فيني فين. طيب خلاص يا مستر، انا الدنيا تمام والحمد لله ظبط الامور. في حاجه تانية في الماضي الحديث اقول لك شويه ملاحظات لازم تاخد بالك منهم. ملاحظات. اول ملحوظه عم الناس بكل بساطه خاصه بالنفي. ايه النفي يا مسيح؟ ماله في النفي؟ اقول لك اسمع من اخوك بكل بساطه. عمي يا بيانسيغ بيقول لي ايه في النفي؟ ايه اللي هيحصل؟ نضع فعل يا بيانسيغ فينيغ رجاله اللي هو الفعل المساعد بين حاجه اسمها نو بالشكل ده، حاجه اسمها با بالشكل ده. ركز معايا عشان تاخد مثال. لو انا جيت اتكلمت وقلت كده يا بيانسيغ اهو إليا 55 مينيت الكلمه دي دل على الماضي الحديث منذ 55 دقيقه. ايه اللي حصل بقى؟ اروح جاي لك كده جو يا بيانسيغ نو فيان جو نو فيان با دو مانجي منذ ساعه الا 5 دقائق انا بكل بساطه ما اكلتش، انا جعان يا ناس. مانجي بالشكل ده، معلش يا عزيزي مانجي ناقصه حرف الجي يا بيانسيغ اهو مون جي بالشكل ده. مانجي دو فروي مثلا اهو وادي بكل بساطه اس بالشكل ده. ده حبايبي زمن بكل بساطه الماضي الحديث، وده طريقه نفيه. واول ما نفيته حبايبي استخدمت الني واستخدمت البا يا سي كوم سا. وبكل بساطه عم الناس ظبطت الليله منذ 55 دقيقه انا لم اكل. ده يا حبايبي كل حاجه ممكن تتقال في الماضي الحديث وزمن بسيط. اهم حاجه تعرف بكل بساطه الكلمه الداله اليا، وكلمه ايار بكل بساطه الكلمه الداله تكوينه فاعل فينير دو او دي ابوستروف بعد كده الفعل في المصدر. ادي تصريفه عم الناس. وفي النفي بنفي الفعل المساعد اللي هو فعل فينير. تعال نحل بكل بساطه على الثلاث ازمنه، زمن المضارع، زمن الماضي الحديث، زمن المستقبل، بس يكونوا داخلين في بعض عشان نظبط كل حاجه. يلا بينا. طب يلا بينا. دلوقتي يا عزيزي بكل بساطه هنتوكل على الله ونشوف بكل بساطه حل على الثلاث ازمنه بقى، زمن المضارع وزمن الماضي الحديث وزمن بكل بساطه حبيب قلبي المستقبل. على هذا يا زبادي ادي بكل بساطه اول مثال بيقول لي ايل يا سي كوم سا نقط اللاتر. طيب حلو خالص. هتبقى فيان دو كري ولا فيان دو كري ولا اكري ولا فا اكريغ؟ اول حاجه سكه ودغري ال دي معلش مش هتبقى معاها فا الاخيره دي خالص، دي فا دي مع التي بره الليله يا سيكم سا. مش هيبقى معاها افيان دي خالص، دي بره الليله عشان دي مع الجي ومع التي. دلوقتي بقى انا عندي حاجه اسمها ماضي حديث اهو، وعندي حاجه اسمها مضارع اهو. ده رجاله اسمه ماضي يا بيانسيغه، وده بكل بساطه مضارع اهو سيكم سا اهي حط النقطه كده. طيب يا مسيح هنتصرف ازاي؟ اقول لك معلش هو في هنا كلمه داله بكل بساطه على الماضي الحديث؟ طب في اليا حبيب قلبي وبعد كده فتره زمنيه؟ طب في بكل بساطه ايار اللي هي معناها امس؟ مفيش. يبقى سكه ودغري ماضي حديث ما ينفعش، ويبقى ده زمن مضارع، ويبقى ده سؤال ثعباني. كل الناس بكل بساطه كانت متوقعه الاجابه دي الاولى على اساس ان انا لسه شارح بكل بساطه الماضي الحديث، ولكن السؤال ده ثعباني. اليا ديزاغ يعني منذ ساعتين، ده سكه ودغري ماضي حديث عشان في اليا اهي. مامون نقط دي فروي دو لوجيم مرتاحه ده مش ماضي حديث، وبكل بساطه الاخير مش ماضي حديث. هنا مامون هنعوض عنها بالالك ده مش تصريف الال. ادي فياندا شتي بالشكل ده. سيسوار مستقبل ايوه يعني هذا المساء تدل على المستقبل. مع النو تبقى بكل بساطه دي ما تنفعش مستقبل، دي ماضي حديث، دي ماضي حديث اخر واحده اهي مستقبل.
طيب البروفيسور نقط لا ليسون، هنا هعوض على البروفيسور بالايل. اسمع يا عم الناس، تصريف الايل مش او ان تي، ده تصريف الجمع. بكل بساطه ما يكونش فيها ايس، غلط خالص. ودي ما تكونش مع تو، اقول لك يا حبيب قلبي هتبقى ماضي حديث، ودي الوحيده اللي تنفع على الرغم من مفيش كلمه داله، بس الثلاثه غلط ودي الوحيده اللي صح. لانترونور نقط لي جوار اليا 5 مينيت، ادي في كلمه اليا سكه ودغري ماضي حديث، ادي الماضي الحديث الوحيده اهو. طيب نطلع فوق سيكا، نطلع فوق سيكا، وي 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 مرتاحه. طيب جي فيان نقط الكسندري، عندنا فيان تبقى دي وبعد كده الفعل في المصدر، ادي دي بكل بساطه والفعل في المصدر. ايار معناها امس، النقط علي شلار طنطا اسوان. طيب ايار امس دي ماضي عشان كلمه امس، فبكل بساطه يلافك اس تبقى الثانيه بالشكل ده. طيب الي فيان دو، بعد دي بيجي الفعل في المصدر، ادي مونتي فعل في المصدر. طب اليا دو سيمان منذ اسبوعين، جي فيان هتبقى سكه ودغري دو فينير عشان تبقى ماضي حديث. دونزينير في خلال ساعة مستقبل، ايوه مسيه. بكل بساطة لا زلاف، المستقبل يا حبيبي ده مضارع ما ينفعش، ادي المستقبل اهو، وده ماضي حديث ما ينفعش، وده الفعل في المصدر ما ينفعش. طيب نسحب سيكا سيكا، نسحب سيكا 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 سيكا، بس كده حاج كامل، ننزل سيكا بس كده. الياء انسمن منذ اسبوع، كلمه داله على الماضي الحديث. مونباغ ماضي حديث يبقى اللي فيها دي اهي بالشكل ده. طب اياغ فو نقط كوا، حبايبي دي حاجه اسمها ماضي مركب، ودي يا جدعان بكل بساطه لسه ما اتشرحتش دلوقتي، هتشرح في اخر منهج ثالثه ان شاء الله، فمعلش سكه ودغري مع الفو تبقى او زد وتبقى في بالشكل ده. السؤال ده غلطه اصلا، المفروض ما يجيش هنا لان احنا شرحناه ماضي حديث مش ماضي مركب. ايار معناها امس ماضي حديث، مصير هتبقى بكل بساطه فيان ترومبي اخر واحده. طيب ايار ايل دي بكل بساطه هتبقى فيان دي ترادوير بالشكل ده. ايار توت لي زلاف هعوض عنها بالايل افيك اس كده، فهيبقى بكل بساطه حب قلبي فيان اوبتونيغ اخر واحده بالشكل ده. ايار اون ايار دي معناها امس، واون بكل بساطه حب قلبي هتاخد فيان فيزيتي اخر واحده بالشكل ده. ايار ايميليا فيان دو، عاوز فعل في المصدر، فعل في المصدر ده مش مصدر، ده مش مصدر، ده مش مصدر، ادي المصدر اهو اخره او اي ار، اسمه ريسيفوار معناها يستقبل. طيب اخر حاجه بقى بكل بساطه عشان نفنش كل حاجه، وكل سنه وانتم طيبين. يردي بكل بساطه معناها بالامس ميزامي افيان دو، وبعد كده بكل بساطه حبيب قلبي عاوز فعل في المصدر، ادي الفعل في المصدر اهو. ده رجاله بكل بساطه الحل على الماضي الحديث، والحل على المستقبل، والحل على المضارع. دي المحاضره الثانيه في التاسيس يا عم الناس، وانا لميت لك كل افعال اولى وثانيه وبكل بساطه ثالثه ثانوي في المضارع، لميت لك زمن المستقبل من ثانيه ثانوي، لميت لك زمن الماضي الحديث من ثانيه ثانوي. عز بالله عليك انا راجع وبقوه، ومعانا الشاشه تاتش وبنحل على كل حاجه. استاذنك بالله عليك يا شيخ عشان انا تعبت في الفيديو ده، بالله عليك شير يا عم الناس، شير على قد ما تقدر، خيركم من تعلم العلم وعلمه. وبكل بساطه هتجلب بتشيرك احنا بنوصل لناس كتير، واحنا بنقدم محتوى مجانا، احنا مش بناخد منك فلوس يا عم الناس، وبنساهم في نشر العلم. حبيبي ربنا يرضيك وراضيك وتحقق كل احلامك، ثقه في اللي نجاح، وباذنك يا رب الماده دي في شواله ومكتفه بحبال. شكرا والسلام عليكم. شكرا.